بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع النهاردة هنتكلم كده مع بعض عن الشات جي بي تي. يمكن أنا آخر واحد ممكن أطلع أكلمك عن الشات جي بي تي، في قنوات كتير قوي اتكلمت عن الشات جي بي تي. تمام، بس تعالى كده نتكلم بالعامية أو نتكلم بالمصطلحات اللي احنا عارفينها، لأن الفترة اللي فاتت أسئلة حضراتكم تمام كانت بتجيلي. الأسئلة في منها: هل يا باشمهندس أنا بعد ما ذاكرت ده كله الشات جي بي تي هيقعدني في البيت؟ ده رقم واحد. رقم اتنين اللي جه بيقول لي انا ذاكرت اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وبطلت او وقفت بقالي اسبوعين ثلاثه لما لقيت الشات جي بي تي وان العالم كله متجه للشات جي بي تي، واسئله كتير زيهم بدون الدخول في تفاصيل. طيب، خلينا نتكلم كده ايه هو الشات جي بي تي، تمام، بيشتغل ازاي، ايه هي الوظائف اللي ممكن يلغيها، وازاي ان انت كسوفت وير انجينير او بروجرامر او ديفلوبر حسب المسمى الوظيفي بتاع حضرتك تمام تستفاد من الشات جي بي تي، وايه هي الطرق اللي تقدر تستفاد من الشات جي بي تي تمام وتكسب من وراها مئات الدولارات. خلينا واحده واحده كده. خلينا متفقين ان المجال بتاعنا كل يوم بيتطور عن اليوم اللي قبله. العلوم عموما او التكنولوجيا عموما كل يوم بتتطور، خصوصا مجال البرمجه كل يوم بيظهر لغه برمجه جديده، والسنه اللي بعدها بيحصل ان هي حصل ابديت للفيرجن بتاعتها تمام، وفي باكجات جديده نزلت في اللغه وكلام كتير جدا. طيب، الشات جي بي تي من الحاجات اللي هم كانوا شغالين عليها بقالها فتره، ويمكن جوجل ترانسليتور اللي هو الترجمه الفوريه اللي بتظهر على جوجل، ما هي دي شغاله برضو ايه تمام، شغاله على الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، بتاخد من حضرتك كلمات وتروح تحولها لك ترجمه ايه، ترجمه حرفيه، مش لسه ما وصلتش لمخ البني ادم. هي كل يوم بيحصل لها ابديت، اي نعم، وفي مواقع من زمان بقى لها سنه واثنين وثلاثه وعشرة حضرتك بتستخدمها وما تعرفش ان هي اصلا قائمه على الذكاء الاصطناعي. بس الفتره دي مصطلح الشات جي بي تي بدأ يظهر بقوة والناس كلها بقت قلقانة منه. بدل ما تتطور وبدل ما تروح تعرف ايه هو الشات جي بي تي واقدر استخدمه ازاي، الناس كلها سابت اللي في ايديها لما لقت ان الذكاء الاصطناعي هيحل مكانها وهتتركن. طيب، خلينا نمشي واحدة واحدة كده. تعالى نقول كده ايه هو الشات جي بي تي وبيشتغل ازاي. الشات جي بي تي تمام تكنولوجي مبنية على الذكاء الاصطناعي. الناس اللي اشتغلوا عليها حاطين فيها زي كده مخزنين جواها داتا. الداتا دي تمام مين اللي حطها لهم؟ هو واحد سوفت وير انجينير. نفترض دلوقتي انت رايح تعمل موقع او بتكلم الشات جي بي تي وبتقول له صمم لي صوره، تمام، او صمم لي تمبلت، تمام كده. طيب، هو هيستخدم او هيصمم التمبلت ده ازاي؟ هيجيب منين؟ ما هو اكيد عنده في الداتا بتاعته او في الداتا بيس بتاعته، تعالى نتكلم بالعاميه، في الداتا بيس بتاعته او في الذاكره المخزنه عنده في بيانات بتقول انت تصمم الناف بالطريقه دي وكود ال HTML بالطريقه دي والسي اس اس بالطريقه دي، ويعني ايه كولر ويعني ايه باك جراوند ويعني ايه ويتس وهايت وكل الكلام ده. مظبوط مظبوط. يبقى هو هياخد منك الكلام وبيحلله وبعدين بيطلع لك الاوتبوت. ده بناء على مين؟ بناء على الداتا اللي هي عنده. تخيل اسال كده الشات جي بي تي اسئله تمام، اسئله عاميه زي ما شفنا الناس شويه العيال اللي هي دخلت على الشات جي بي تي تمام، كانت بتساله اسئله تمام من من الشارع، فكان بيجاوب عليهم بطريقه تانية خالص. ليه؟ لان هو مش لاقي اجابه متخزنه عنده. طيب، خلينا نتكلم كده ايه. الشات جي بي تي بياخد من حضرتك الانبوت. ايه هو الانبوت؟ الحاجه اللي انت عاوز تعملها. بيقوم عامل لها بروسيسنج او اناليسيز ويدور في الداتا اللي عنده، هل الكلام اللي انت قلته موجود عنده؟ تمام، موجود. يبدا يطلع لك اوتبوت. طب طلع لي اوتبوت وحضرتك قلقان وخايف، وهل هو هيقضي بقى علينا وقدامه كام سنه ولا في القريب العاجل ولا ايه الكلام ده؟ طيب، انت دلوقتي فهمت الميكانيزم بالفلاحي كده بدون الدخول في تفاصيل. بالفلاحي كده طريقه شغل الشات جي بي تي. طيب، هل هيقضي على وظائف البرمجه وهيقعد المبرمجين سواء بجميع المجالات، او هيقعد حد وهيعلي حد، هيدفن وظائف، ازاي ان انت تقدر تعمل منه فلوس؟ كل الكلام ده هنمشيه واحده واحده كده. تخيل حضرتك دلوقتي تمام انت راجل بتذاكر في مجال الويب، جيت قلت لي الشات جي بي تي بقى يقدر يعمل ويب سايت احترافي وفي انيميشن وريسبونسيف وكل الكلام ده تمام عن طريق مين؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو مبني عليه. طيب، حضرتك دلوقتي تمام انت كنت بتذاكر زي ما احنا اتفقنا كده من شويه تمام، وجيت قلت ان الشات جي بي تي هيقعدني في البيت وهو شغال بيقدر يعمل تمبلت وشغل احترافي وكل الكلام ده. طيب، تعالى دلوقتي نتفق ان العميل اللي انت خايف ان انت تذاكر وتطور من نفسك، ان العميل خلاص هيستبدلك وهيروح للشات جي بي تي ويقول له اعمل لي واحد اتنين تلاته. خليك معايا.
العميل بتاع حضرتك راح للشات جي بي تي، قال له انا عاوز اكريت صفحه او اكريت تمبلت او ويب سايت متعدد الصفحات وتفاصيله 1 2 3 4. طيب هو العميل بتاع حضرتك ده، العميل ده يعرف تمام تكنولوجي منين؟ يعرف الشات جي بي تي منين؟ هيقدر يتعامل معاه ازاي؟ خليك بقى معايا كده، انت تعرف دلوقتي معلومه في الطب، بس المعلومه اللي عندك تقدر تعالج بيها انسان طبيعي؟ لا. انا اعرف معلومه في الهندسه المدنيه، بس اقدر اقف في موقع مع مهندسين ونبني بيت؟ برضه لا. ليه؟ لان انا مش اهل للعلم او مش دارس العلم ده. فخلينا نقول ان العميل حتى لو راح للشات جي بي تي فهو هيبقى محتاج فرونت اند او ديفلوبر بشكل عام، لسبب. خلينا نقول هو اداله الداتا وقال له انا عايز 1 2 3، قام مطلع له ويب سايت، وطلع له ويب سايت وزي الفل. طيب العميل دلوقتي عايز يعدل على الكلام ده، هيعدل ازاي على الكود اللي مكتوب؟ هيعدل ازاي؟ قول لي كده بقى، هيبدا يعدل ازاي؟ هيقول للشات جي بي تي عدل لي على الحته دي ازاي؟ طب ونفترض عدل له مره واثنين وثلاثه والتعديلات مش عاجبه العميل، طيب هيبقى محتاج مين؟ خلينا نقول ان العميل فاهم تمام اهو، مع ان هو مش فاهم، بس هو فاهم وطلب تعديل. كون اصلا ان احنا شغالين واحنا في الفتره دي العميل بيجي لك بيطلع عينك وبيطلب منك تعديل مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، تمام؟ فازاي ان هو يقدر يتعامل مع آلة، او تعالى نقول يتعامل مع برنامج ذكاء اصطناعي هيفهمه اللي هو عايز يقوله ازاي؟ ده انت بتسمع الكلام من العميل النهارده تمام، بيجي بكره يقول لك لا انا ما طلبتش الكلام ده، لو سمحت عدل لي. طيب تعالى نقول بقى دلوقتي هيبقى بعد ما يوصل له الويب سايت، العميل دلوقتي عايز تعديل، هيبقى محتاج مين؟ هيبقى محتاج حضرتك. طب حضرتك لو وقفت مذاكره يبقى المجال دلوقتي ما عادش فيه مين؟ ما عادش فيه حد. يبقى حضرتك دلوقتي انت موجود. حته ان الشات جي بي تي هيقضي على المبرمجين؟ استحاله، مستحيل. بل بالعكس، انت محتاج تقدر تعرف الميكانيزم وتقدر تعرف الطرق اللي تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في شغلك علشان تزود من مهاراتك وتزود من معرفتك، فبالتالي فلوسك تزيد. انت دلوقتي هقول لك على حاجه، وهقول لك ازاي تستخدم الشات جي بي تي بفكره بسيطه. نفترض انت جالك موقع او تصميم، والتصميم ده فيه سيكشن انت مش عارف تعمله، مش عارف فيه نقطه انت مش عارف تصممها او تكودها. ما انا ممكن دلوقتي اخش اتعامل مع الشات جي بي تي واقول له تمام، انا بقى كشخص راجل سوفت وير، فانا فاهم تكنولوجي وفاهم بروجرامينج. طيب هقول له اعمل لي السكشن ده او اعمل لي الديفايه دي، هيقوم هو عاملها لي. هو ممكن يعملها بنسبه 80% للشكل اللي انت عايزه، فساعتها تقدر تعدل على الشكل ده، فبالتالي تاخد الكود اللي هو كتبه وتبدا تعدل عليه في الموقع بتاعك. يبقى انت دلوقتي وظفت الشات جي بي تي في خدمتك، مش ان هو هيقضي عليك. دي نقطه. فحته ان الشات جي بي تي يقضي على السوفت وير انجينير استحاله، ده رقم واحد عشان تبقى ايه، تهدى بس كده وخلاص. بس انا جاي لك في وظائف هيقضي عليها لو ما طورتش من نفسها. وخد بالك انت كشخص بروجرامر او فرونت اند باك اند ايا كان بقى تمام، هيبدا يعمل ايه؟ هيقعدك في البيت لو ما استخدمتهوش ولو ما علتش من السكيلز بتاعتك. طيب ازاي؟ خلينا نقول كده، انت راجل تعرف اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. طب ما الشات جي بي تي الناس كلها تعرف اتش تي ام ال وسي اس اس، يعني الناس في اعدادي بتذاكر اتش تي ام ال وسي اس اس. هو نفسه مش هيبقى عارف كل حاجه في الاتش تي ام ال والسي اس اس؟ ده اسهل حاجه. فحضرتك تيجي تقول لي انا عايز اشتغل بالاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، مش هتلاقي شغل، مش هتلاقي شغل. فانت محتاج ان انت تزود مهاراتك. يبقى انت دلوقتي لو معتمد ان انا كيو اي ديفلوبر اللي هو اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت البيزكس والبوت ستراب، طب ما هو الموقع تمام، او اسف الاله اللي هي بتاعت الذكاء الاصطناعي دي عندها الكلام ده وعندها من الداتا دي كتير، فبالتالي هتعمل الويب سايت ده بسهوله. فكون ان انا ابقى محتاجك انت عشان تعمله لي، لا. ساعتها العميل هيروح للشات جي بي تي يقول له اعمل لي موقع 1 2 3، ولما عاوز اعدل عليه هروح لسوفت وير انجينير ايا كان واقول له عدل لي عليه وخد مقابل. فبدل ما يدفع مثلا 1000 جنيه، لا هيدفع لك في التعديل 200 300 جنيه. يبقى هو استفاد وحضرتك تمام بتموت نفسك بنفسك. فالمفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا اكمل مذاكره، اكمل معرفه. خد بالك ان اقوى سلاح في الدنيا دي كلها هو سلاح العلم. كل ما عندك المهارات بتاعتك زادت، كل ما علمك زاد، كل ما انت تمام استغنيت عن الناس وحاجه الناس ليك هي اللي زادت. يعني انت بتعرف تعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه، عاوز ايه من الناس؟ ما انا بعرف اعملهم كلهم. فالناس اللي بتبقى محتاجه هي اللي هتجيلك. فانت دلوقتي لو عليت او زودت المعرفه بتاعتك، سعرك هيزيد، شغلك هيزيد، تمام؟ هتبقى في الضمان و في منطقه الراحه زي ما بيقولوا كده. بس مش منطقه الراحه ان انا قاعد ما بعملش حاجه، في منطقه الراحه ان انا الشات جي بي تي عمره ما هيجي عليا. طيب ايه هي الوظائف بقى اللي ممكن الشات جي بي تي يموتها خالص؟ حاجه زي كاتب المحتوى. ليه؟
دلوقتي الشات جي بي تي اصلا في مواقع بقى لها سنه واثنين وثلاثه واربعه، تمام، بتعمل ايه؟ بتاخد منك محتوى وتبدا تغير في بعض الكلمات وتعمل جمل جديده والحوارات دي كلها. طب ما ده موجود من زمان، مع تطور العلم تمام ما عادش في حاجه اسمها كتابه محتوى اصلا، مع الناس دي هتتلغي، هتموت هتموت. ليه؟ طيب كذلك برضو المترجمين. ليه؟ لان الشات جي بي تي، او بلاش الشات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي نفسه تمام بيعتمد على الترجمه. فهو دلوقتي هيبدا يوصل لافضل مرحله، اللي هي الترجمه بقى الايه، مش الحرفيه، الترجمه اللي هي المعنويه، الترجمه اللي انت تفهمها والكل بيفهمها. طيب ده المترجمين ما هو يقعدوا في البيت. طيب ده مثلا كتابه الكتب، كتابه المقالات، الحاجات اللي انت اللي هو الجرافيك ديزاينر، تمام، التعديل على الصور، المونتاج، مثلا التعديل على الفيديوهات. كل الحياة الوظائف اللي انا ذكرتها لك دي، ده المستقبل بيقول لك عند 2025 بعض الوظائف اللي زي دي هتنتهي، تمام. وده يمكن على الموقع الرسمي بتاعهم قال لك ان في وظائف زي الوظائف اللي انا ذكرتها لك دي على 2025 هتنتهي. طيب الفرونت اند والباك اند والناس اللي هم السوفت وير انجينير، هل دول هيموتوا؟ انا جاوبت عليك في اول الفيديو وقلت لك لا، لاكتر من سبب. السبب الاولاني تمام ان انت ممكن تستخدم الشات جي بي تي في ان انت تعمل شغلك، تمام، في ان انت تعمل منه فلوس كتير وتستخدمه في شغلك، تستخدم الادوات والاكستنشن اللي نازله في الايديتورز اللي انت بتكتب عليها مثلا، تستخدمها في تحليل الكود بتاعك، تستخدمها انها تكتب لك كود معين. طيب عندك بعد كده يا صديقي، نفترض ان العميل هو راح للشات جي بي تي، هيبقى محتاج مين؟ هيبقى برضه محتاج شخص ديفلوبر علشان يعدل له على الكود، او يعني هو في الاول وفي الاخر هيبقى محتاج ديفلوبر. طب ليه؟ لان الشات جي بي تي مش هيوصل لمرحله ان هو يعمل كل حاجه ترضي اليوزر، مستحيل. لا انا قلت لك من شويه ان العميل بيجي تمام تاني يوم بيقول لك انا طالب تعديل، رغم ان ده كلامه بتاع امبارح، بس النهارده هو طالب تعديل كذا. فحته ان انت تركن نفسك وتخاف من الشات جي بي تي، الحته دي انت ممكن كده انت اللي تموت نفسك بنفسك، تمام. اقول لك على حاجه، انا الشات جي بي تي طلع، انا ما بستخدمش الشات جي بي تي غير في بعض الحالات، ان انا عايز صور، عايز مثلا انزل اكستنشن على الفيجوال مثلا، رحت مثلا مش عارف، مش قادر اعمل سيكشن معين، او عايز سيكشن اخلصه بسرعه، تمام، قمت رايح عملت السيكشن ده او عملت الكود ده، قمت جايبه وحطه فين؟ حطه كنترول سي كنترول في فين في الكود بتاعي، وخلصت شغلي. بس انا فاهم هو عمل ايه، اقدر اعدل عليه، فبالتالي انا قدرت استفاد منه، فبالتالي هو مش هيموتني. ليه؟ وخد بالك برضو ان الناس اللي هي قلت لك من شويه في بدايه الفيديو ان التكنولوجيا بتاعتنا بتتطور باستمرار وكل يوم بيحصل ابديت. طب الذكاء الاصطناعي دلوقتي هو يعرف منين ان السنه اللي جايه في ابديت حصل؟ ولنفترض في الرياكت النهارده في رياكت فيرجن 18، طب لو زادت الفيرجن 18 دي وبقت فيرجن 18 كسر او 19 او ايا كان الارقام يعني او المسميات، طيب هو هيعرف منين ان هو نزل فيها باكج كذا او عمل فيها كذا، غير لما واحد زي حضرتي او حضرتك هو اللي يقول له ان في باكج ويقوم حاطط له الداتا دي عنده. فبالتالي انت لما تطلب منه يعمل موقع، يقوم جايب من الداتا اللي احنا خزناها عنده، يبدا يطلع لك الشغل. هو الشات جي بي تي بيشتغل كده، او الذكاء الاصطناعي عموما بيشتغل كده. فحته ان الشات جي بي تي هيموت الوظائف، انا قلت لك على بعض الوظائف اللي ممكن تنتهي، وقلت لك اطمن، كل اللي عليك ان حضرتك تذاكر. اقول لك على حاجه وعجبتني الفتره اللي فاتت، ان في مراكز كورسات بدات تشتغل على الذكاء الاصطناعي. طيب ليه؟ بدات تعرف ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي هياخد فجوه، او هياخد كده ايه، جزء او حيز كده من الدنيا او من المسار اللي جاي، والناس كلها تبدا تتجه ليه، وبدات تخاف. بدات تعمل كورسات مش عشان تخوف الناس، لا ده علشان تقول لهم اتعلموا شات جي بي تي وادوات الذكاء الاصطناعي عشان تحسنوا تمام من شغلكم كسوفت وير انجينير. فده اللي انا طالع اتكلمك فيه اصلا، ان انت لازم تستخدم الادوات دي في تحسين الكود بتاعك وتحسين مهاراتك. وخد بالك هو مستحيل، ولنفترض تمام دلوقتي ان هو هيقضي على الوظائف، خلينا نقول تمام ان هو هيقضي على الوظائف بتاعتك وهيقعدك في البيت، هيقعدني السنه اللي جايه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، الكلام ده قدامه ولنفترض عشرات السنين، تعال نقول 10 سنين. طب انا ليه هفضل خايف ومتكتف من دلوقتي؟ تمام، طب ما انا ممكن اشتغل ال 10 سنين دول، وبعد ال 10 سنين ابقى اشوف الدنيا فيها ايه، ومع التطورات الجديده اعمل شيفت كارير واروح اشتغل في حاجه تانية اطور من نفسي. ده انا بقول لك يعني، بس انا بقول لك علشان الشيطان هو اللي بيلعب في دماغك، وانت ارادتك او امكانياتك ضعيفه فانت خايف. كل الناس اللي بتيجي تكلمني والله بقول لهم كلمه واحده: كمل مذاكره وما تقلقش من اي حاجه وما تخافش من اي حاجه،
الارزاق بالله، بس ما تحطش في دماغك الحاجه دي. انا طلعت قلت لك ازاي تقدر تستخدم الشات جي بي تي، وعامل لك فيديو برضه وانا بكتب كود استخدم الشات جي بي تي واحطه عندي، تمام، وازاي ان انت تقدر تستخدمه وتعمل فلوس كتير، تمام. بس مش معنى ذلك ان انت تركن كتابه الكود، يعني انت ما تعتمدش على الشات جي بي تي، تمام، وتركن. ما تعملش زي الشخص اللي كان شغال في شركه بقاله 6 سنين ما كتبش كود، كان مبرمج نظام عنده، تمام، عايز تاسك معين، فكان يخش على النظام يحل له التاسك، او هو كان حل التاسكات قبل كده فبيجيبها مباشره، والليله دي ايه كانت خلصت. جم بعد 6 سنين اكتشفوا الحوار ده، طلبوا منه ان هو يكتب كود، ما عرفش اصلا يفتح الايديتور وينشئ صفحه من البدايه. فعايز اقول لك، تمام، ما تركنش وما تحطش نفسك في منطقه الراحه علشان ما تجيش بعد سنين وتندم. ولو اي سؤال في يخص الحوار ده او في اي حاجه تانية، او عايزيننا نتكلم مع بعض في اي حاجه، اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير. وشكرا على 100,000 مشاهده على اليوتيوب، وان شاء الله رب العالمين نوصل للمليون ونوصل لمليون مشترك. والسلام عليكم.